السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده هعمل بقى من كوباية الدقيق دي حاجة حلوة ان شاء الله وسهلة عليكم. طبعا معايا هنا كوباية دقيق ومعايا معلقة كبيرة من السكر، معلقة صغيرة من الملح. اهم حاجة هنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب بقى المواد الجافة بتاعتنا كده على بعضها، وهنحط كده ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وطبعا هنقلب المواد الجافة على كوباية الدقيق، ومعايا كوباية مية دافية. هحط كده حبة حبة لحد ما اشوف كوباية الدقيق بتاعتنا هتاخد مننا مية قد ايه. انا كده بقى زي ما انتم شايفين هقعد اقلب بقى فيها لحد ما تشرب المية بتاعتها، وهنعجنها كويس. اهم حاجة تتعجن كويس عشان يبقى فيها عرق كده وتساعد معاكي في التبطيط. الحاجة الحلوة ديت هتعجبكم ان شاء الله، هتبقى سهلة عليكم، حاجة كده سريعة وتفرح اولادنا. طبعا في بالليل كده الأولاد طالبة حاجة سريعة ممكن نعملها لهم تبقى وجبة عشاء كده من كوباية دي، إن شاء الله تبقى سهلة عليكم إن شاء الله. بصوا ما شاء الله أنا عجنت بقى كوباية الدقيق بتاعتي، بصوا عملت ايه، عملت قطع صغيرة بس إن شاء الله هتعجبكم، هتعمل معاكم كمية كويسة. بصوا ما شاء الله عليها اهيت، أنا عجنتها لما بقى فيها عرق جامد. وهمسكها طبعا على طول كده أحطها ببولة، احط نقطة زيت واجي احطها بقى ببولة كده واسيبها ثواني بس كده ترتاح، وابتدي بقى اقطعها معاكم كده. هنقطعها قطع، بصوا زي ما انتم شايفين كده هندهن ايدينا دهنة زيت صغيرة، وهنبتدي نقطعها قطع كده زي ما انتم شايفين. هتعمل معانا كمية، والله الكوباية دي بس عملت معانا كمية كويسة. احنا لو بنشتري الواحدة من بره هتلاقيها غالية عليكي. بصوا ما شاء الله هم خمس وحدات. هنحط هنا زي ما انتم شايفين مسحة زيت كده على الرخامة بتاعتنا تكون نظيفة، وهنفرد كده الفطيرة بتاعتنا. احنا بنشتري الفطيرة ديت ب3 جنيه. بص احنا من كوباية دي عملنا بصوا كام واحدة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده انا فردتها خالص على الرخامة، وعندي طبعا هنا نفرد كمان واحدة برضو. بس طبعا انا عاملة كل واحدة لوحدها، التانية كده خلاص انا خلصتها ولميتها، بس طبعا ايه ما لحقتش اصور الحتة اللي انا لميت فيها الفطيرة. هنمسك كده زي ما انتوا شايفين هنفرد من كل الجوانب كده، انا عايزاها تبقى رقيقة جدا. بصوا ما شاء الله طبعا هندهنها بقى من جوه. عندي بقى حبة وش لبن كده، عندك انتي كريمة او قشطة ممكن تحطي. انا عندي طبعا ده وش لبن دهنت من جوه. وزي ما انتوا شايفين كده بصوا ما شاء الله هنلم برضو نعمل نفس الطريقة. وزي ما قلت لكم انا حبيت بس افردها كده زي الحلوانية بتبقى سهلة جدا. طبعا الدلاش لخبازينه. وزي ما انتوا شايفين كده بصوا ما شاء الله انا فردتها، وهندهنها برضو بنفس النظام بالوش بتاع اللبن. انا هدهن من جوه كده وش اللبن بيخليها طرية جميلة كده مورقة، وهنلم بقى زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة كده، وهنسيبهم بقى يرتاحوا. انا حطاهم كده في الصينية، وهنبتدي بقى نولع الفرن بتاعنا على درجة حرارة عالية جدا من تحت، وطبعا من فوق بيبقى والع من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. معلش انا اسفة والله احنا هنخبزها على البوتاجاز من فوق، انا نسيت وقلت لكم ان انا هخبزها في الفرن. فمعلش والله انا هحط الصينية على الفرن على البوتاجاز من فوق وه... وه... وهخبزها عليه. انا سهيت كده معاكم وانا بتكلم معلش. انا هخبزها على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده، هنبططها واحط الصينية على البوتاجاز من فوق ونار واطية جدا، وهبتدي ابططها كده لحد ما تتحمر معايا من تحت، وبعد كده اقلبها من على الوش التاني. وبنفس الطريقة برضو هنا بس القشطة بتاعتي اللي هي وش اللبن. بصي مش مكلفة جدا وبسيطة، وهنشتري الواحدة بقد ايه من بره. خلاص كده بصوا ما شاء الله انا كده هي معايا على البوتاجاز. انا هحطها كده بوتاجاز واطي خالص، وهقلب من فوق ومن تحت. بصوا انا خبزاهم على البوتاجاز من فوق والله. بصوا ما شاء الله عملوا معايا كام واحده، هم 5 وحدات. في طبعا اللي اتاخد واتاكل والله، وانا بعملها كده كانت سخنه وجميله. هما الكوبايه عملت معايا 5 وحدات، يعني حاجه كده موفره وجميله، واحسن بقى ما نشتري من بره. وطبعا بتبقى وجبه سريعه كده، حاجه سريعه مع حته جبنه مع عسل مع اي حاجه اولادك هياكلوها يفرحوا بيها. يا رب يعجبكم، بصوا يا رب يعجبكم حبايب الفيديو.
لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهم حاجة نشاهد الفيديو للاخر، وما ننساش نعمل اللايك والاشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا ما شاء الله حاجة كده وطري ومخمخ ازاي، حاجة كده